بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده عندنا مخللات شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تعالى اقولك على السر اللي هيخلي المخلل يقعد عندك شهر كامل، وكمان ممكن يقعد من شهر ل6 شهور من غير ما يحصل له اي حاجه خالص، من غير ما يدبل ولا يطرى ولا حد تلاقي طعمه اتغير. هنعمل المخللات النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وهنعمل جميع المخللات كلها مع بعضيها. وقبل رمضان ان شاء الله ب3 ايام هنفتح عليها ونظبطها ونعمل لها الدقه الجامده جدا. تعالي معايا نشوف هنعمل ايه. لو انت اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وطبعا تثبتي وجودك تحت في الكومنتات بكومنت حلو زي العسل زي كده، بينورني ويكترني ويفرحني طول الوقت. المخلل اللي احنا هنعمله النهارده هنعمل ليمون معصفر، وهنعمل كمان لفت، وهنعمل جزر وخيار، وهنعمل فلفل، وكمان هنعمل مخلل بصل، وهنعمل مخلل القرنبيط. تعالي بقى نشوف هنعملها ازاي. حطيت حلة على النار فيها كمية حلوة من المية، ومسكت الليمون بتاعي وغسلته كويس جدا. وبعد كده بدأت اللي انا اقطع الليمونة 4 تربع بالشكل دوت. ليه؟ انت هتعملي ايه؟ هنعمل ليمون معصفر طعمه حكاية، حاجة كده تستاهل بقك، حاجة من اللي هي ايه بيقولوا عليها العيار التقيل اللي بيظبط المزاج. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي النهارده. طبعا اللي هيقولي اللفت مش موجود، لا اللفت موجود لحد دلوقتي في السوق، سعره 5 جنيه على حسب المكان اللي انت هتجيبي منه. انا جبت 4 كيلو هيقضوا معايا ان شاء الله. انت ليكي بقى حرية الاختيار في الكمية بتاعتك. اول حاجة بقى طبعا قطعت الليمون بالشكل ده، وبعد كده جبت القرنبيط وهبدأ اللي انا اقطعه زهرات كده متوسطة الحجم، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، لان لسه في مرحلة تانية هنعملها في المخلل بتاعنا ده. بص كده بدأت بقى اللي انا اقطع بقى كده القرنبيطه ديت. طبعا برضو عايزه تجيبيها واحده كبيره كده، وتعملي بطرمان كبير يقضي معاكي براحتك، بس اللي انا جايباها دي حجمها حلو. بص كده بدأت بقى اللي انا ايه اللي حاساها اللي هي حجمها كبير قوي، بقيت اقطعها نصين بس مش صغير قوي. يعني الصغير قوي ده لما نيجي بقى نفتح عليه قبل رمضان ب3 ايام، لو حاسه ان القطعه تبقى حجمها كبير هنقطعها صغيره كده تبقى على قد البق بالظبط. طبعا اللي هتقولي اللفت بيقعد 3 ايام ويستوي، لا اللفت هيقعد معاكي لمدة 6 شهور، ما تخافيش مش هيحصل له اي حاجة، وهتشوفي كل حاجة على الطبيعة ان شاء الله. اول حاجة بقى فضيت القرنبيط في حاجة تكون تقدر اللي هي تستحمل السخونية، لان هحط عليها مية سخنة. وكمان معايا كده حوالي 1.25 كيلو من البصل. طبعا اللي ينفع اللي هو يتخلل البصل الابيض، البصل الاحمر ما بيبقاش حلو قوي، بس انا حطيت كام واحدة كده. بعد كده برضو حطيت البصل في حاجة اللي انا اقدر احط عليها مية سخنة وما تتفاعلش، زي طبق بلاستيك ممنوع طبعا. بعد بقى ما المية غليت معايا نزلت كده بنص كمية المية على البصل، وهغطيها بغطا حله وهسيبه بقى كده لمده ربع ساعه. وهقولك انا هسيبه ليه كده. برضو نفس القصه، القرنبيط هحط عليه ميه سخنه واروح مغطياه. ليه؟ المخلل القرنبيط ما بيتسلقش يا هبه، انا مش بسلقه، انا بنزل بس منه الغازات اللي بتبقى موجوده فيه عشان ما يعملش ريحه مع المخلل اللي احنا هنعمله، وتلاقي طعمه حلو طبعا. بعد كده حطيت بقى ايه الميه على القرنبيط وغطيته برضو كده وهسيبه لمده ربع ساعه. هاجي بقى هنا هحط بقى الليمون بتاعي وهسيبه يغلي غلوه واحده بس. انا مش عايزه ليمون مستوي، انا عايزاه يستوي لمده شهر كامل مع المخلل اللي احنا هنعمله. يعني هنفتح عليه نفس القصه قبل رمضان ب3 ايام برضو. سبت بقى الليمون بتاعي على النار هياخد غلوة، والقرنبيط والبصل متغطي بالمية السخنة، وقلت اجي بقى اجهز هنا الخضار بتاعي ونشوف هنعمل ايه. جبت كيلو خيار، وجبت كيلو جزر، وجبت كمان ربع كيلو فلفل حراق. طبعا لو انت عايزة تستبعدي اي حاجة من الحاجات دي براحتك. ما بتحبيش الجزر ممكن تستبعديه، الفلفل بيبقى حراق ممكن تستبعديه، اللي انت عايزاه. بس الخيار المخلل المشكل ده بيبقى على الفطار طعمه حلو قوي. هنا بقى الجزر بدأت اللي انا اعمل فيه ايه، قطعت الاطراف بتاعته وقشرتها كويس جدا بالقشورة. تمام
تمام. وهاخده هشطفه دلوقتي. الخيار طيب هتيجي جنبيه؟ لا مش هاجي جنب الخيار خالص، ولا هقطع الاطراف ولا اي حاجة خالص. واللفت نفس القصة، بس انا عشان ولادي بيحبوا اللفت من غير القشر فانا هقشره. فانتي لو عايزة القشر بتاع اللفت خليها زي ما هي، يا دوب هتشيلي الاطراف بس، وتشيلي الحتة اللي بيبقى فيها طينة بس بسيطة كده بحرف السكينة، ويبقى معاك اللفت كده جاهز على طول على الاستعمال. هنغسله ونظبطه ونشوف هننفذ ازاي مع بعضينا. هنا الليمون بدأ اللي هو ياخد معايا غلوة اهو. هبدأ بقى اللي انا اطلعه من المية المغلية ديت. طبعا انا مطفتش النار، هي المية بتغلي على النار. هطلع الليمون بتاعي وخلاص على كده. بس هو لسه مستويش، هو خد غلوة واحدة بس. طبعا لو انت عايزة تاكلي منه بقى بسرعة جدا ومستعجلة ومش عارفة تعملي ايه، هتسيبيه على النار لحد ما يستوي معاكي وتخلليه وهتاكلي منه بعديها ب3 ايام. لكن انا مش عايزة استعمله دلوقتي، عشان كده اديته غلوة واحدة بس. هنا غسلت بقى اللفت بتاعي وخليته نضيفه زي الفل، وطبعا قشرته على حسب ما انت عايزة. قلتلك ليك حرية الاختيار في القشر ده. الجزر لازم يتقشر ولازم تشيلي الاطراف علشان خاطر الجزر بياخد سوا شوية في المخلل، يعني لازم ياخد راحته كده وهو بيستوي. غسلت الجزر طبعا، هو عشان انا مقشراه فمش محتاج يتغسل، لكن انا شطفته كده شطفة على السريع. ونفس القصة الخيار والفلفل هغسلهم برضو كده، والدنيا هتبقى تمام. خلي بالك ما تشيليش الاطراف بتاعة الخيار، اديني بقولك اهو مرة واتنين وتلاتة عشان خاطر تاخدي بالك من النقطة البسيطة ديت. هخلص بقى الكمية كلها واحضر بقى البطرمانات بتاعتي والعلب والحاجات اللي انا هخلل فيها كده. وطبعا روايح رمضان بدأت تهل علينا، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف خير. بصي بقى، جبت بقى هنا العلب بتاعتي وجبت بقى اللفت بتاعي. الحباية اللي هلاقيها حجمها كبير شوية ومش هينفع تدخل جوه العلبة هقطعها نصين، اما لو دخلت خلاص مش هقطعها، هحطها بحالها زي ما هي كده. بحالها يا هبه؟ ايوه بحالها، ما انا بقولك بقى قبل رمضان ب3 ايام هنطلع الكميه دي كلها، نقطعها ونجهزها ونعمل لها الخلطه التمام، والدنيا هتبقى تمام وميت فل وعشرة، وهتاكلي السنه دي احلى مخلل ان شاء الله. حطيت كده كميه حلوه من اللفت، ونزلت عليها بشويه خيار وشويه جزر والفلفل الحراق بتاعنا. وطبعا القرنبيط صفيته من المية كويس جدا، من المية اللي كانت محطوطة عليه. وبعد كده بدأت بقى اللي انا احطه بقى في قلب الليلة دي كلها كده. طب والليمون والبصل؟ لا البصل انا هخلله لوحده، والوقت بقى اللي انا هفتح عليه هفتح كله مع بعضه، واروح بقى مقلبة كله مع بعضه ان شاء الله بإذن الله ان حيانا ربنا. هنا كده القرنبيط بقى بدأت بقى اللي انا احط بقى ايه، كمية حلوة من القرنبيط، واوزع بقى المخلل بتاعي كله. يبقى البطرمان بتاعي ده عبارة عن ايه؟ جزر، خيار، لفت، قرنبيط، فلفل حراق، بالشكل دوت كده. هحط الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله الكمية كلها خدت العلبتين وكده تمام قوي. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى جيت عند البصل، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في البصل. وليه حطيت ميه سخنه على البصل؟ انا قلتلك في القرنبيط حطيت ميه سخنه ليه. البصل هنا حطيت عليه ميه سخنه عشان يسهل معايا عمليه التقشير بسرعه جدا، وهيتقشر معايا من غير ما ياخد وقت خالص. وبتحس كده اللي البصلايه يعني خدت يعتبر ايه، بنسبة 25% من السوا بتاعها، بس كده مش اكتر. بشيل الحتة اللي فوق اللي هي الشرشوبة دي، ولا اسمها ايه، راس البصلاية. حلوة الشرشوبة دي جديدة. راس البصلاية بشيل كده حرفها، وببدأ اللي انا اقشر البصلاية بتاعتي كويس جدا، وبسيب الديل بتاع البصلة او الحتة الاخيرة اللي بتبقى في البصلة. بس كده ده كله اللي انا بعمله. البصل دوت سعره رخيص جدا وطعمه حلو جدا، يعني ممكن تجيبي كيلو البصل ده تقريبا ب4 جنيه او ب3.5 حاجة زي كده. لو انت عايزة كمية كبيرة بتجيبي مثلا 3 كيلو ب10 جنيه، وبتخليه بيطلع طعمه حلو قوي. وطبعا تنقي بقى الصغير كده المحندق دوت، وبيبقى جميل قوي في الاكل.
عايزه اقولك اللي فيه بصل بيتباع مخلل، بصلايه صغيره جدا يعني اصغر من النقه بتاعه الزيتونه او البذره بتاعه الزيتونه. والله سعره عالي جدا جدا جدا، الكيلو بيوصل فيه ب120 و130 ومخلل، الاسم اللي هو مخلل. احنا بقى بايدينا نعمل الحاجات دي في البيت. اي نعم البصلايه كبيره شويه لكن مقضيه الغرض والدنيا تمام. خلصت الكميه كلها، هبدأ بقى ان انا اجيب العلبه اللي انا هحط فيها البصل. هحط الكمية كلها في العلبة وان شاء الله بإذن الله هياخدهم كلهم. وبالفعل دوت اللي حصل وقضت والحمد لله. كده خلاص حطيت الكمية كلها. بصي بقى هنعمل ايه، التكاية اللي جاية حلوة قوي. هحط شوية صغيرين من حبة البركة، لو انتي مش حابة تحطيهم بلاش، لكن هم هيدوا ريحة حلوة قوي وهيدوا كمان شكل حلو قوي للبطرمان من بره. وكمان تحس كده اللي انتي عاملة حاجة مختلفة. شوية صغيرين بمعدل ربع معلقة، والله ما هتكمل ربع معلقة، لكن النتيجة هتكون حلوة قوي. هجيب بقى معايا ايه، هجيب معايا هريسة الفلفل الاحمر. لو انت مش عندك في الفريزر هتضطري تجيبي بقى ربع كيلو فلفل حراق احمر وتضربيه في الخلاط او في الكبة بتاعتك. وبس كده هنوزع بقى ايه على كل حاجة معلقتين. انا هنا حطيت معلقتين بالشكل دوت. وليه حطيت على البصل هقولك دلوقتي في النهاية، يعني لما نروح لوقتها هقولك انا حطيت هنا ليه وما حطيتش في المية. طبعا لو مش ليكي في الحراق قوي ممكن تستبدلي هريسة الفلفل الاحمر اللي هو الحراق بالفلفل الرومي اللي هو لونه احمر، ما بيبقاش حراق لكن احنا محتاجين اللون بس بتاعه كده يبقى حلو. معايا هنا بقى جزرتين، والجزرتين دول انا هبشرهم علشان خاطر هنعمل بقى التتبيلة او الدقة او الخلطة اللي هنحشي بيها الليمون المخلل. بشرت الجزرتين ومعايا بقى شوية من حبة البركة، حطيت كده شوية وهحط كمان شوية من العصفر. العصفر دوت نوع من انواع التوابل بالنسبة للناس اللي في الدول العربية، لو عايزة تعرفي هو ايه. انا بصراحة ممكن تكتبي سيرش على الجوجل وتعرفي هو عندكم اسمه ايه، بس مش زعفران علشان خاطر في ناس بتقولي هو دوت الزعفران. لا ده حاجة اسمها عصفر، ممكن تستبعديها من الحكاية خالص لو مش متوفر عندك. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من هريسة الفلفل الأحمر وحطيت معلقة ملح كبيرة. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، حبة البركة والعصفر والجزر والفلفل الأحمر ومعاهم كمان الملح. وهجيب بقى الليمون بتاعي وهجيب العلبة عشان نحط فيها الليمون اللي احنا هنخلله. بتمسكي الليمونة وتفتحيها بالشكل دوت، بس طبعا بعد ما بردت شوية، يعني سبتها كده حوالي نص ساعة عقبال ما خلصت الليلة اللي كانت عندي كان برد معايا. طبعا عايزه اقولك ان الحشوه اللي بيتحشي بيها الليمون بتتاكل قبل الليمون، حاجه كده بتكون طعمها حكايه. وكمان الايه اللهم صل على النبي، الجزر بيستوي وبيبقى حلو. طبعا انا بحط بقى بكتير كده علشان خاطر انا عارفه اللي دي مش بتترمي، وبتبقى بقى يعني حاجه كده طعمها حلو قوي. هخلص بقى الكمية كلها. على فكرة الليمون دوت دلوقتي حاليا سعره مش غالي، سعره 10 جنيه. تقدري تجيبي كمية وتشيليها، تقدري تجيبي كمية وتفرزيها شوية كده، لو صبرتي عليها هتلاقي الكيلو وصل معاكي ل30 و40 و50 جنيه، وبيوصل ساعات ل100 جنيه والله. فانت حاولي تلمي الدنيا عندك من دلوقتي وهتلاقي الدنيا تمام وزي الفل. جيبي كيلو فرزيه وجيبي كيلو خلليه. كده خلاص خلصت الكمية كلها، لا لسه شوية اصبري بس عليا. بصي بقى انا قلتلك طريقة المخلل بتاعي اهو النهاردة، وعايزاكي تعمليه بقى معايا كده، وهنفتح عليه قبل رمضان ب3 ايام ان شاء الله، وهنوضب كل حاجة. وعايزاكي لما تدوقي الطعم تدعيلي كده، ادعيلي دعوة من قلبك وان شاء الله ربنا يستجاب ليكي. بصي بقى هنا بعد ما خلصت كمان الليمون بتاعي كله، كنت شايله كده حوالي 4 أو 5 ليمونات على جنب. اللي انت هتعملي بيهم ايه هقولك يا ست الكل، اصبري بس التكات والحركات هتوصلك دلوقتي. هقطع الليمون بالشكل دوت وهروح ضرباه في الكبه. طب انا مش عندي كبه، اضربيه في الخلاط بالقشر يا هبه. ايوه بالقشر، ما تخافيش مش هيحصل اي حاجه، بس هنحط شوية مية صغيرين. انا محتاجة ليمون مجروش، يعني عايزة القشر بتاعته كده تبقى باينة علشان خاطر دوت اللي هحطه فوق الوش بتاع البطرمان.
هضربهم كده. انا حطيت بمعدل ربع كوباية مية، يمكن الربع كوباية المية كمان ما بانتش في وسط الموضوع. انا مش عايزة حاجة سايلة، انا عايزة حاجة كده تكون متقطعة مجروشة زي ما قلتلك في البداية. هتشوفيها معايا دلوقتي النتيجة. هي ديت النتيجة اللي انا عايزاها. هسيبها بقى وتعالي معايا نشوف هنعمل ايه. معايا كمية حلوة من المية. طب اظبط الملح بتاعي ازاي؟ هتظبطي الملح بقى ازاي يا ست الكل؟ لكل كوباية مية معلقة ملح. تمام كده؟ تمام. يعني نفترض الليلة اللي احنا عاملينها دي كلها كده 20 كوباية مية، هتحط عليهم 20 معلقة ملح. معلقة ملح اللي هي الكبيرة، بس ما تبقاش مليانة قوي، يعني ما تبقاش مهرمية، تبقى معلقة معقولة يعني. طيب انا من دلوقتي عايزة اظبطه اكتر بالكيلو. لكل كيلو خيار 6 معالق ملح، بس كده. هي بتتظبط كده. لو انت بقى يعني شاطرة وقروبة ولهلوبة هتظبطيها من غير معيار خالص. انا هنا الطبق دوت خد معايا حوالي 18 كوباية مية، فحطيت 18 معلقة ملح. يعني حطيت كيس الملح اللي حاجات بسيطة، وقلبت كله مع بعض. وكان فايض معايا شوية من الفلفل اللي هو الاحمر، رحت حطيته وقلبته كمان معاه عشان اغسل البطرمان يعني. هنا اول حاجة حطيتها، حطيت بقى على البصل، وبعد كده هحط على الليمون، وهقلبهم بقى مع بعض كده. هقلب ايه؟ لا مفيش حاجه هتتقلب، اصبري بس عشان انا ما اتلخبطش معاكي. بعد كده بعد ما حطيت على الليمون، نزلت بقى بالايه؟ بالليمون اللي احنا ضربناه في الكبه، وحطيته فوق الوش بالشكل دوت كده. هنيجي بقى نحط على المخلل، بس في تكايه هقولك عليها دلوقتي. عايزه اقولك اول حاجه، انا حطيت معلقه كبيره من الكركم على الليمون، بس تقريبا ما تصورتش، بس الكركم هنا بيخلي اللون الليمون حلو قوي واصفر وجميل. ده لو انت هتقعديه شهر عندك، لكن لو هتعملي الليمون السريع اللي بيستوي بعديها ب3 ايام، نصيحه مني ما تحطيش الكركم. هنا حطيت بقى ايه؟ قطعت البنجرتين، عندي بنجرتين قطعتهم، وحطيت معلقتين ملح كبار، وحطيت كمان نص كوباية من الخل. ليه حطيت مية البصل الاول؟ علشان خاطر انا مش عايزة البصل بتاعي يبقى لونه احمر من البنجر. بس هنا هحط بقى ايه؟ دلقت شوية، وهاخد منها بس شوية مية صغيرين اللي فيهم الخل عشان البصل، بس كده. هاخد بقى المية اللي فيها البنجر دي، واروح حاطه بقى على المخلل بتاعي. يعني كل الموضوع كله اللي انتي البنجر بيتحط على المخلل، والبصل انا مش عايزه احط فيه لون بنجر علشان خاطر ما يبقاش لونه احمر، انا عايزه البصليه كده لونها بيضه وجميل. هحط بقى الكميه كلها، وكل بطرمان هتعمد كده اللي انا هحط فيه كام شريحه من البنجر عشان يحمروا لي كده الموضوع، والدنيا تبقى تمام. طبعا لسه بقى ايه؟ لسه في خلطة بقى هنعملها مع بعضينا، بس دي مش دلوقتي، ان شاء الله بإذن الله كده في اواخر شعبين. كل سنة وانتم طيبين. كده خلاص قفلت بقى على البصل، وقفلت كمان على بقى المخلل المشكل. عايزه اقولك لو عملتيه بالطريقه ديت كده وقفلتي العلبه، هيقعد عندك 6 شهور والله ما هيحصل له اي حاجه خالص، ولا هيطرى ولا هيبوظ ولا اي حاجه. هتبداي تاكلي منه امتى؟ لما تنوي تاكلي وتيجي تقطعيه. اول ما اقطعه بقى ان شاء الله في اخر شعبان، هبدأ افتح عليه بقى ايه في اول رمضان بإذن الله. كده خلاص خلينا المخلل مع بعض، وعملنا كده تشكيلة جميلة من المخلل بتاعنا. والله سعره الاسعار بتاعت الخضار دلوقتي هي اغلى حاجة الخيار، لكن ممكن تجيبي نص كيلو بس والدنيا تمام وزي الفل. تقدري تعملي كمية كبيرة، تقدري تعملي الكمية اللي تناسبك من كل حاجة نص كيلو على حسب ما انت عايزة. بس كده خلاص، ده مخللات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك، ولا هم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بحبكم في الله. السلام عليكم.